السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا أحلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير دايمًا وتكونوا في أحسن حال، اللهم آمين. النهارده فيديو جديد والفيديو بتاعنا النهارده من عند الفراخ البيضا. الفيديو ده الحقيقة أنا مصوراه يعني بقى له كام يوم كنت باحضّره بس عشان أنزّله لكم، حصلت ظروف كده إن أنا ما عرفتش أنزّله في وقته. الفراخ دي النهارده عمرها شهر، كمان هاصور لكم الميزان بتاعهم في فيديو جديد عشان أدّيكم بقى خلاصة الدورة وتشوفوا الوزن بتاعهم وصل لإيه والميزان بتاعهم وصل لإيه. لكن الحقيقة أنا النهارده جاية مخصوص علشان خاطر أنا عايزة أتكلم معاكم من قدّام الفراخ زي ما قُلت لكم، الفراخ دي عمرها شهر وعايزة أقول لكم بقى أنا كنت باحط لهم إيه، حاجة مخصوصة كده معيّنة اللي هو الخَل. عايزة أقول لكم الخَل ده عمل إيه مع الفراخ عندي، وكمان إيه فوايده، وعايزة أقول لكم كمان الناس اللي بتغيّر العلف علشان جالي أكتر من سؤال، الناس اللي بتغيّر العلف وما بيرضوش ياكلوا العلف اللي هو ما بين الصغير ما بين الكبير، هاقول لكم تعملوا إيه علشان تغيّروا ما بين العلف البادي للعلف النامي. خلاص خلّينا بس كده الأول قبل ما ندخل على الفيديو نصلّي ونسلِّم كده على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلِّم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يالّا واللي مش مشترك كده عندي ينزل كده يحط الاشتراك، وكمان حطّوا اللايك الجميل زيّكم كده علشان الفيديو يرتفع باللايك وشير كتير يا جماعة عشان الناس كلّها تستفاد زي ما إحنا كده بنستفاد. أي حد عنده تعليق أو أي حد عنده أي سؤال يكتب لي في التعليقات. يالّا بينا بقى كده ندخل على الفيديو بتاعنا. أنا بقى غيّرت العلف لمّا كان عمرهم تقريبًا 19 يوم، يعني أنا باأكّل كل كتكوت كيلو خلاص، عشان في ناس سألتني برضه قالوا لي: "طَب بالنسبة للعلف بياكلوا إيه كمية قد إيه من العلف البادي ومن العلف النامي؟" أنا هانزّل لكم فيديو على فكرة بالتفصيل عن تربية الفراخ البيضا من عُمر يوم لعُمر الذبح، علشان الناس اللي كانت خايفة أنا وعدت في متابعة طلبت منّي وأنا باحضّر برضه الفيديو إن شاء الله بإذن الله يا حبيبة قلبي هينزل لِك قريب جدًا، جدًا، اتشجّعي كده وهاتي وما تخافيش. خلّيني بقى أكمّل لكم على موضوع العلف. كل كتكوت أنا باجيب كيلو، يعني لو أنا جايبة 10 كتاكيت فأنا باجيب 10 كيلو بادي اللي هو تركيز 23% ولازم يكون مش علف سوق، يعني لازم تكون شركة معروفة، ويكون كمان الراجل اللي أنتم بتشتروا منه العلف السايب طبعًا، آمم، يعني تكونوا متأكدين إن هو عليه طلب وسحب كتير علشان العلف ما يبقاش راكن عنده بقى له شهور، لأن هو لو العلف راكن عنده بقى له شهور أو العلف متعرّض لدرجة حرارة عالية أو مش متخزّن صح، فده بيعمل حاجة اسمها سموم عند الفراخ، خلاص؟ فيبقى إحنا يا إمّا هنجيب والسموم ده ممكن تخلّي الفراخ لمّا تكبر شوية تموت أو تخلّيها إن هي ما تكبرش أساسًا أصلًا تدّيك الوزن المناسب. فعلشان إحنا نمنع بقى حاجة زي كده، فإحنا بنجيب من عند البيطري حاجة اسمها مضاد سموم أو إحنا بنستخدم الخَل، الخَل اللي هو الإيه، الخَل البيتي. كل فترة كده أو كل أسبوع أنا كنت باحط لهم خَل عشان موضوع السموم ده. تاني حاجة إن إحنا لازم مع تغيير العلف من بادي لنامي اللي هو من تركيز 23% لتركيز 21% بعد كل كتكوت ما ياكل كيلو أو لمّا يوصل لعُمر 18 أو 19 يوم، بنبتدي إن إحنا نغيّر العلف، ده بالنسبة للفراخ البيضا. بنغيّر العلف يبقى لازم هنحط مضاد سموم، يا إما هنشتريه زي ما اتفقنا من عند البيطري أو إن إحنا بنحط الخل بتاعنا، الخل اللي هو بتاع الأكل الأبيض العادي خالص اللي إحنا بنستخدمه في كل أكلاتنا. وأنا طبعًا عشان ما فيش جنبي أي صيدلية بيطرية، يعني ما أقدرش إن أنا أجيب منها يعني مضاد السموم، فباستخدم الخل كبديل لمضاد السموم. عايزة أقول لكم بقى إن الخل ده مفيد جدًا، جدًا، هاقول لكم كمان على الجرعة المناسبة، لإن استخدام الخل مش كده وخلاص، يعني مش هنحط كده وخلاص، لأ، علشان تبقوا عارفين، يعني المعلومة دي مهمة جدًا والله، استخدام الخل لو ما كانش بالجرعة المناسبة وبالطريقة المناسبة، فإحنا ممكن نجيب نتيجة عكسية. برغم إن الخل ده ليه فوايد كتيرة جدًا، جدًا، هاقول لكم عليها دلوقتي، وكمان لمّا نيجي نغيّر العلف، إحنا مش هنحط العلف كده وخلاص، يعني مش نشيل كمان العلف الصغير البادي يعني ونحط النامي وخلاص، لأ هاقول لكم برضه على الطريقة اللي بتغيّروا بيها العلف علشان الكتاكيت أو الفراخ تاكل على طول العلف منكم. فأنتم بقى لمّا تيجوا تغيّروا العلف هتعملوا إيه، لمدة كده يومين أو 3 أيام، هنبتدي نخلط الصغير اللي هو البادي على النامي، يعني الكمية الأكبر في أول يوم بتكون للبادي. ونبتدي نحط عليه شوية نشا كده وتخلّطيهم الاتنين ببعض وتحطّوهم قدّامهم، هياكلوهم وهيلقطوا كده في النُص الحبّاية الكبيرة. تاني يوم بقى هنبتدي إن إحنا نقلِّل شوية من البادي وهنزوّد من النامي اللي هي الحبّاية الخشنة، وتالت يوم هيبقى أكتر طبعًا الأكتر هيكون في النامي والبادي هيكون شوية صغيّرين، وبعد كده خلاص نمنع بقى خلاص البادي نهائي وهنحط النامي، هيكونوا هم خلاص اتعوّدوا وعرفوا ياكلوا الحبّاية الكبيرة وهتلاقيهم بياكلوا معاكم العلف زي الفل. حابة بس أقول على نصيحة صغيرة في موضوع تغيير العلف، إن لازم يكون من نفس الشركة، يعني لو أنا هاجيب مثلًا بادي شركةٍ ما، شركة س مثلًا، يبقى النامي هو كمان يكون من شركة س، ما احاولش إن أنا أغيّر ده شركة وده شركة، عشان هو بيكون خطر شوية على الفراخ، فاهمين؟ في موضوع حتة السموم دي بتبقى بتعمل لخبطة للفراخ، فالأحسن إن إحنا بنجيب نفس
يعني نفس نوع العلف. أمّا بقى لو اضطرينا ومش موجود ومش متوفر أو لقينا إن العلف البلدي مش جايب معاهم الميزان المناسب والعلف ما طلعش كويس، يبقى خلاص ساعتها نغيّر ونستخدم برضه مضاد السموم. خلاص. خلّينا بقى نكمّل، أقول لكم بقى دلوقتي إيه على الخَل. الخَل بقى بتاعنا زي ما قُلت لكم الخَل الأبيض اللي موجود عندنا في البيت، الإزازة اللي إحنا بنستخدمها على طول، ده خَل تركيز 5%. الخَل ده على فكرة بيتحط لكل الطيور، يعني مش بيتحط مثلًا للأبيض بس أو الساسو أو كده لأ، أي نوع من أنواع الطيور بنحط له، لإن الخَل ده ليه فوايد جبّارة، خَل البيت اللي هو خَل الطعام. عايزة أقول لكم بس على الجرعة بتاعته بالضبط، علشان زي ما قُلت لكم إن أي تغيير في الجرعة أو زيادة يعني الخَل، فده بيعمل معانا مشاكل كتيرة، أي حاجة بتزيد عن حدّها بتنقلب ضدها، فلازم تكون بجرعة مناسبة. الخَل ده كمان يا جماعة بيعمل طَفرة في الوزن، يعني بيزوّد أوي الوزن، خلاص؟ يعني ما شاء الله أنا هاوزن لكم الفراخ في الفيديو اللي جاي، عشان أورّيكم الوزن وصل لقد إيه في عُمر شهر واحد بس، في 30 يوم يا جماعة ما شاء الله، هتشوفوا بقى في الفيديو اللي جاي، استنوا بس الفيديو الجاي لمّا ينزل. خلّينا بقى نكمّل فوايد الخَل. الخَل زي ما اتفقنا إن هو بيعمل طَفرة في الوزن، هو بيشتغل كمضاد سموم، يعني لو إحنا ما عندناش مضاد سموم نقدر نستخدمه كمضاد للسموم الفطرية، كمان هو بيزوّد من حيوية ونشاط الطيور. عايزة أقول لكم بيعمل معانا طَفرة في الوزن ليه؟ لإن هو بيحسّن الهضم، يعني بيخلّي أقصى حاجة الطيور تستفيدها من العلف اللي هي واكلاه، فبالتالي هو لمّا يحسّن الهضم هيزوّد معانا الوزن، وزي ما قُلت لكم إن هو بيستخدم كمضاد للسموم الفطرية، يعني بيرفع كمان من كفاءة وحيوية ونشاط الطيور، فبوجه عام كده الخَل ده ممتاز. عايزة أقول لكم كمان إن الخَل ده بيوقّف من انتشار الأمراض، يعني مثلًا لو في فرخة أو 2 أو إحنا مثلًا مربيين في أوضة أو في حاجة كده مثلًا منّهم اتصابت، فالخَل ده بيكون ليه فايدة إن هو بيحِد من انتشار المرض، يعني ما بيخلّيش إن المرض ده ينتشر في بقية الفراخ بتاعتنا. خلاص. أهم حاجة بقى ليه إن هو يعني في الاستخدام إن أنا باستخدمه كمضاد للسموم الفطرية داخل العلف، لإن السموم دي والأعلاف كتيرة جدًا على فكرة بتبقى فيها سموم، والعلف ده ممكن يكون نَفْسه مش كويس، يعني ممكن تبقى الشركة كويسة والمصنع كويس، لكن ممكن يكون مثلًا التخزين مش كويس، يعني ممكن يكون باظ في المحل بتاع الراجل اللي إحنا بنشتري منه، خلاص، أو ممكن يكون هو مثلًا باظ عندنا أو أخد رطوبة، كل ده بيعمل حاجة اسمها سموم فطرية. وكمان حاجة برضه نصيحة كده معلش أنا أمّا بافتكر حاجة برضه باقولها لكم، لو إحنا هنخزّن مثلًا علف أو جايبين شكارة أو حاجة، لازم نحاول نرفعه على خشب، ما بنخلّيهوش كده محطوط على الأرض كده على طول على بلاط أو على السيراميك، علشان هو كده بياخد رطوبة وبيبوظ برضه، وبييجي له برضه سموم، فإحنا الأحسن إن إحنا نكون رافعينه على خشب. خلّيني بقى أقول لكم كمان إن الخَل ده يعني ممتاز في طول دورة حياة الفراخ، لكن يا جماعة بقى بلاش نستخدمه من وهُم صغيرين، يعني بنستخدمه من إمتى؟ وهُم صغيرين هو الخَل ده مش بيناسب العُمر الصغير، يعني مثلًا من عُمر يوم لحد 7 أيام، يعني لحد عُمر الأسبوع بلاش، ما ينفعش، خلاص خلّينا بقى نستخدم الخَل ده من بعد الأسبوع، لو كمان من بعد ال10 أيام يبقى حلو جدًا إن إحنا إيه، نستخدمه طول عُمر الفراخ طول يعني دورة وعُمر الفراخ ما فيش فيه أي مشكلة. طيب وعايزة أقول لكم بقى الجرعة بتاعته بتكون 5 سنتي من الخل، عارفين السرنجة؟ نيجي نشتري كده سرنجة وناخد كده من الخل 5 سنتي بنحطها على لتر المَيّة، ده من أنهي خل؟ الخل بتاعنا اللي هو تركيز 5%، هتلاقيه كده مكتوب على الإزازة تركيز 5%، بناخد منها 5 سنتي على لتر المَيّة، ده بقى بنستخدمها قد إيه؟ يعني تقريبًا مثلًا كل 5 أيام ممكن نحط جرعة، أو ممكن مثلًا نحط مرة في الأسبوع، ده لو إحنا كده هنستخدمه كوقاية من بعد عُمر الأسبوع أو من بعد عُمر ال10 أيام. لكن مثلًا لو إحنا هنيجي بقى دلوقتي نغيّر العلف عشان إحنا هنستخدمه بقى كمضاد سموم مش كوقاية من الأمراض أو كزيادة للوزن، لو إحنا هنستخدمه على مع تغيير العلف، فإحنا برضه هنحط 5 سنتي على لتر المَيّة، ولكن هنستخدمه 3 أيام ورا بعض. يعني إيه؟ يعني إحنا مثلًا اليوم اللي إحنا هنغيّر فيه العلف، أنا مثلًا غيّرت النهارده، فأنا هاستخدمه من امبارح واستخدمته النهارده، وهاستخدمه كمان بُكرة علشان هو ده اللي هنستخدمه كمضاد سموم. بس يعني نصيحة وضروري إن أنا عايزة أقول لكم إن كتره بيضر جدًا، بيهري الكبد، ويعني إحنا لو زوّدنا الجرعة فإحنا أو مثلًا زوّدنا الأيام، يعني مثلًا نقول خلاص بدل ما نحط 5 سنتي نحط 10، 15 لأ بلاش، علشان ده ممكن يأذي الفراخ بتاعتنا، وبلاش مثلًا نقول كل يوم نحط الخل أو يوم ويوم، لأ زي ما قُلت لكم كوقاية إحنا هنستخدمه مرة واحدة كده في الأسبوع، حطّوا لهم الخل، لمّا نيجي نبدِّل العلف أو نستخدمه اللي هو كمضاد سموم، فإحنا هنبتدي نحطه 3 أيام ورا بعض، خلاص لمدة مثلًا إيه 8 ساعات وبعدين نشيل المَيّة ونحط مَيّة عادية، أو لمدة 12 ساعة ونشيل المَيّة ونحط مَيّة عادية، خلاص؟ بلاش إن إحنا نستخدمه كتير يا جماعة علشان برضه بيأثّر على الكبد والكلى زي ما قُلت لكم كده.
وبيعمل فشل كلوي للفراخ من كتره، يعني زيادته ممكن برضه تهري الكبد وتعمل فشل كلوي، وممكن فجأة تلاقوا الفرخة ماتت وأنتم مش فاهمين في إيه، فمش هنيجي كل يوم بقى نحط الخل لأ، ده كده بيبقى من كتر زيادة الخل، فما ينفعش لازم كل حاجة نستخدمها بالجرعات المناسبة علشان تجيب معانا نتيجة كويسة وما تجيبش نتيجة عكسية. كمان ممكن يقلل لنا من الوزن على فكرة، يعني كتر الخل ممكن يقلل من الوزن، يعني إحنا لمّا بنستخدمه عشان نزوّد الوزن ويحسّن مستوى الهضم ويبعد عننا الأمراض، كمان نسيت أقول لكم إن هو بيقتل بكتيريا كتيرة جدًا من البكتيريا الضارة، أو يعني بمعنى أصح نستخدمه كوقاية إن هو ما بيخلّيش أصلًا البكتيريا دي موجودة زي السالمونيلا مثلًا، لإن هو وسط حمضي والبكتيريا بتنشط في وسط قلوي، فإحنا لمّا بنحط الخل ما بيبقاش فيه بكتيريا. فإحنا عشان نحسّن من مستوى الهضم ونبعد عننا كتير من الأمراض، يبقى لازم نستخدمه بالجرعة الكويسة. كتره بيؤدي بينا لنتيجة عكسية، فكل حاجة نستخدمها صح هنلاقيها إن شاء الله بتجيب معانا نتيجة كويسة جدًا. مش عايزاكم تخافوا منه طالما أنتم بتستخدموه وماشيين في الجرعة الطبيعية، زيه زي أي أعشاب وزي أي أدوية وزي أي حاجة كترها أو الجرعة بتاعتها اللي مش مضبوطة بتجيب معانا نتيجة عكسية. خلاص يبقى استخدموه كوقاية مرة واحدة في الأسبوع، ده خلاصة الكلام. 5 سنتي على لتر المَيّة استخدموه كوقاية من بعد عمر الأسبوع، بلاش في العمر الصغير لأن هو غير مناسب للعمر الصغير. ولمّا هنيجي نستخدمه كمضاد سموم، استخدموه 3 أيام ورا بعض 5 سنتي برضه على لتر المَيّة. إن شاء الله بإذن الله الفيديو اللي جاي بقى هاوزنهم لكم كده، لإن أنتم شايفين ما شاء الله الحجم بتاعهم إزاي بالعين المجردة، دول عُمر شهر، فما شاء الله يعني إيه، يعني حجمهم كويس ووزنهم ما شاء الله على عُمر الشهر كان كويس جدًا. هاوزنهم لكم بقى إن شاء الله الفيديو اللي جاي عشان أقول لكم كمان خلاصة الدنيا بقى، وأقول لكم كمان الخلطات اللي أنا عملتها، وإن شاء الله لمّا أجيب الدورة الجديدة تتابعوا معايا بقى يوم بيوم، علشان هانزّل لهم كده خلطات من بدري، وانزّل لهم أعشاب من عُمر يوم، تبقوا متابعين معايا وتجيبوا إن شاء الله الوزن اللي أنتم عايزينه، وربنا يملى بيوتنا كلّها بالخير، ويملى بيوتكم يا رب كده بالخير. لو جيتوا معايا ووصلتوا هنا لنهاية الفيديو، أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا ولو بمعلومة بسيطة. لو استفدتوا لو بمعلومة بسيطة وصلتوا معايا لهنا، ما تنسونيش دعوة حلوة كده في الله، ولايك وشير للفيديو علشان الفيديو يترفع وناس كتيرة جدًا تستفاد بالمعلومات بتاعتنا. أتمنى طبعًا إن أنتم تشرفوني في القناة لو أنتم عندي هنا لأول مرة، وتدوسوا على زرار اشتراك، وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكم إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. أي حد عنده أي سؤال ابعتوا لي في التعليقات إن شاء الله هارُد عليكم. أشوفكم على خير يا حبايبي إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى إن أنتم ما تكونوش اتزعجتوا من طول الفيديو. معلش أنا أي معلومة بافتكرها باحب أفيد بيها إخواتي في الله. السلام عليكم.